السلام عليكم ورحمة الله، يا مساء الورد والفل والياسمين على حبايبي اللي بيشوفوني من كل مكان. عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده بفضل الرحمن راجع لكم بفيديو جديد. هنعمل مع بعض كفتة الفراخ او كباب الفراخ الامر اللي انتوا شايفينه ده. من كيلو الا ربع فراخ هنعمل كيلو ونص من الكفتة. اللهم صل على سيدنا النبي. يلا ندخل على الفيديو على طول. بس يا قلب اختك ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك عندي في القناة لو اول مرة بتشوفيني. هنسمي بالله ونصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام وندخل على الفيديو على طول. مبدئيا انا معايا الفراخ اللي كنت قايله لكم عليها في المشتريات، اللي هي بواقي الفراخ، اللي هي بواقي اللهم صل على سيدنا النبي، البانيه. طبعا انا شلت منها العظم ونضفتها وخليتها زي الفل، ونقعتها في ملح وليمون وميه وكانت قشطه، وشطفتها وبقت زي الفل زي ما انتم شايفين كده. احط عليها كمان قرن فلفل رومي احمر، وكمان حبيتين بصل كبار، بس البصل عندي صغير فاستخدمت 4 بصلات، نص قرن شطه، اللهم صل على سيدنا محمد لو حباه، وكمان 3 4 عيدان من البقدونس بس اخدت الورق بس، ومعايا بضايه ومعايا رغيف عيش مبلول ومصفيه كويس من الميه. تعالوا سريعا نقول البهارات اللي معانا. معايا توم باودر، بصل باودر، سماق، فلفل اسود، اللهم صل على سيدنا النبي، بابريكا وملح، ومعايا كمان مكعب مرق. وانصحك ما تستغنيش عن السماق اطلاقا ابدا، السماق ده هيخلي الفراخ او الكفته بتاعتنا تروح حته تانية خالص. كل الكلام ده معلقه صغيره ما عدا السماق نص معلقه صغيره. تمام كده. اللهم صل على سيدنا النبي. هجيب الكبه بتاعتنا الحلوه ونبدا نفرم البصل بالفلفل بالحاجات الحلوه دي مع بعض. اديها ضربه بسيطه وبعد كده بوقف الكبه وانزل كل الجوانب وارجع اضربها تاني لما تنعم معانا بالشكل اللي انتم شايفينه ده. بعد كده هفضي البصل في مصفى عشان يصفي ميته خالص. في نفس الكبه انا ما غسلتهاش ولا اي حاجه، هاخد الفراخ ورغيف العيش المبلول المتصفي من الميه، اضربهم ضربه محترمه في الكبه. بعد شويه بوقف الكبه وبنزل بالبضايه اللي معايا وبكمل الضرب لما الفراخ تنعم تماما معايا بالشكل اللي انتم شايفينه ده. اللهم صل على سيدنا محمد. كده خلاص الكفته بتاعتنا بقت جاهزه، هركنها على جنب ونجيب في طبق البصليه اللي انا صفيتها كويس جدا من الميه، والميه طبعا مش هرميها، هنصبع بيها الكفته، هركنها على جنب. هنزل بكل البهارات على البصل اللي معانا وعلى الفلفل، واللهم صل على سيدنا محمد، والخضره. وبعد كده هنزل بنص معلقه صغيره من البيكنج باودر علشان تخلي الكفته بتاعتنا كده منفوخه ومتهويه وزي العسل. وبعد كده بنزل بمعلقه كبيره من بهارات الكفته او الكيس الجاهز بيتباع في السوبر ماركت او عند العطار اللي هو ده، واسمي بالله وامسك الخلطه الجباره دي ادعكها دعكه محترمه بايديا. عايزاكي بقى تشملي في الوقت ده احلى روايح كفته مشويه. قسما بالله الطريقه دي هتعتمديها طول عمرك باذن الرحمن. ادعكها بقى دعكه كويسه جدا جدا، اللهم بارك. شايفين شكلها عامل ازاي؟ اللهم صل على النبي. في الاخر حبايب قلبي بحط مفروم الفراخ على البصل بالشكل ده. اخر حاجه بقى بحطها معلقه كبيره من النشا علشان تمتص كل السوائل اللي معايا، ده لو فيها سوائل يعني. ونبدا بقى نسمي بالله ونعجنها عجنه محترمه. شايفين عامله ازاي؟ اللهم صل على سيدنا النبي. سمعونا كده الصلاه على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. واللي ما حطش لايك يحط لايك عشان الفيديو ده جامد جدا. وحبيبه قلبي اللي لسه ما اشتركتش عندي، فراح قلبي يا قلب اختك واشترك عندي في القناه علشان استمر واكبر بيكم باذن الرحمن. بعد ما عجنتها خلاص كده، اللهم صل على سيدنا محمد، باخد معلقه كبيره كده من الزيت على ايديا وببدا كده ابططها على وش الكفته علشان اغطيها بكيس بلاستيك واسيبها ترتاح شويه، يعني حوالي ربع ساعه تلت ساعه في التلاجة بره التلاجة، المهم تسيبها ترتاح شويه. بعد ما ارتاحت اللهم صل على سيدنا النبي رجعت لها تاني، وميه البصل اللي معايا حطيت عليها فلفل اسود وحطيت عليها شويه زيت علشان نبدا نصبع بيها. هجيب الصينيه اللي هعمل فيها الكفته، اللهم صل على سيدنا محمد، وهجيب المسن ده بتاع ماما حبيبتي ربنا يرحمها. محدش يقول لي ده مصدي، هو لونه كده علشان قديم جدا، بقاله عندنا اكتر من 20 سنه. فانا بحب اصب عليه الكفته، الحقيقه بيخلي الكفته مفرغه كده وجوسي وطعمها زي العسل. هعمل ايه دلوقتي؟ هسمي بالله وهاخد ميه البصل الجميله اللي انتوا شايفينها دي، اللهم بارك، بالزيت والفلفل الاسود، ادهن بقى ايديا وكمان المسن اللي معايا، وابدا اصلي على النبي واخد كوره من الكفته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده واصبها على السيخ بالشكل ده. شايفين؟ اللهم صل على سيدنا محمد. ما عندكيش المسن ده، عندك معلقه في البيت، معلقه خشب، معلقه الومنيوم، اللهم صل على سيدنا النبي، عصيان الشيش تاووك، اي حاجه صباها عليها، المهم كده يعني تبقى مفرغه من جوه. بسم الله ما شاء الله. ببدا اصبها على السيخ بالشكل ده، وبعد كده بسحبها على طول من على المسن والفها على ايدي لفتين، وبتبقى صلاه النبي جاهزه كده، وارص في قلب الصينيه. نفس الكلام بدهن ايديا من ميه البصل، وبعد كده بدهن المسن اللي معايا، وباخد كمان قطعه حلوه كده محترمه من كفته الفراخ وببدا اصبعها بالشكل ده. حطيتوا اللايك للفيديو ولا لسه؟ انا واثقه ان انتوا هتحطوا لايك عشان الفيديو ده هيعجبكم جدا جدا، والوصفه باذنك انت يا رب هتنجح معاكم من اول مره. شايفين بقى بواقي الفراخ يا جماعه عملت بيها ايه؟ بجد اللي ما جربش بواقي الفراخ اللي هي بواقي البانيه فايته كتير. عملنا منها اجدعه كفته، اللهم صل على النبي، واكيد انتوا طبعا شفتوها في بدايه الفيديو، شكل وطعم وريحه وكل حاجه، اللهم بارك. عايزه اقول لكم كمان نقطه صغيره كنت هنسى اقولها لكم.
لازم الفراخ بتاعتك تكون فيها نسبة من الدهون. لو الفراخ نفسها ما فيهاش نسبة من الدهون، حطي كده حوالي يعني حتة كبيرة كده قد الليمونة من الدهن. ما عندكيش دهن اصلا، حطي معلقة كبيرة من السمنة. المهم تدخلي فيها اي دهون علشان لما تستوي تبقى طرية كده، ما تبقاش ماسكة في نفسها مكتومة. خلصت الكفتة كلها، اللهم صل على سيدنا النبي، اللهم بارك، بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وبقت جاهزة معايا. تعالوا بقى نديها شكل كده زي بتاعت الكفتة الجاهزة. هعمل ايه؟ اجيب معلقة الاكل، واجيب ميه البصل اللي معايا، وابدا كده يعني احط المعلقه في قلب ميه البصل، واللهم صل على سيدنا النبي، وابدا اديها فتحات صغيره كده. شايفين شكلها بقى تحفه؟ اهي ميه البصل معايا اهي، باخد منها بالمعلقه كده، قبل المعلقه بس، وبعد كده بديها شرط بسيطه في قلب الكفته، تديني شكل جمالي وكانك جايبه الحاجه جاهزه من بره. صلوا على شفيع الامه محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يا رب يكبر بخاطركم وخاطرنا، اللهم امين يا رب العالمين. بصوا لي بقى على الجمال اللي انا عاملاه النهارده. انا عامله النهارده عظمه، قسما بالله انا بعمل عظمه النهارده، بسم الله ما شاء الله. بصوا بقى حبايب قلبي، انا زودت ميه البصل شويه زيت كمان، وبدات اسمي بالله، وبالفرشه بتاعتنا اخد من ميه البصل واحده واحده كده على وش الكفته. شايفين الجمال؟ شايفين الحلويات؟ والنبي مين حط لايك دلوقتي؟ انا عارفه ان انتوا كلكم حطيتوا لايك. ربنا يديمكم لقلبي ويكبر بخاطركم زي ما بتكبروا بخاطري. كل حد بيكتب لي كلمه طيبه تترد له اضعاف اضعاف يا رب، ولكم بالمثل اللهم امين. خلاص كده انا دهنت وش الكفته كلها، اللهم صل على سيدنا النبي. طبعا انا كنت مشغله الفرن قبلها بحوالي نص ساعه، لازم الكفته تدخل على نار حاميه علشان بعد كده ما تكشش معاكي وتنشف في نفس الوقت. دخلتها في الفرن شغال مسبقا، اللهم صل على سيدنا النبي. ما اخدتش معايا وقت خالص، هي بالظبط ربع ساعه تلت ساعه كانت جاهزه معايا، اللهم بارك، بالشكل اللي انتم شايفينه ده. قطعه فحم حلوه كده، لو حابه مش حابه خلاص هي كده زي الفل، ونقطتين زيت. وشمي بقى يا ست الكل روائح المشويات اللي انت عاملاها. هاتيلي كده واحده على السوشيال ميديا من القنوات الكبيره قوي ديت، المليونات والحاجات ديت، عامله الكفته بالطريقه دي، اتحداكي. اللهم لك الحمد، انا بعمل الحاجه اللي محدش بيعملها. اللهم صل على سيدنا النبي. طبعا عشان تاكلي ولادك اكل مطاعم والاكل يفتح النفس، تجيبي طبق كده عليه شويه ورق بقدونس مسكرين كده يا مسكره، وتبداي ترص عليه الكفته. هو ده شغل المطاعم، العين بتاكل قبل البق. في ناس تبقى عامله اكل بصوا مهول وتحفه وكل حاجه، بس الشكل ما يفتحش النفس. لكن بقى انت كده رسمي اكلك قبل الاكل، يعني ارسمي كده الصينيه اللي انت هتحطي فيها الاكل وظبطي دنيتك. والله ابسط الاشياء بتخلي الحاجه جميله وتحفه. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. صحتين وعافيه عليكم وعلينا يا رب، اللهم امين. شايفين الكفته عامله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم انا بقيت اخد من العصاره اللي في الارضيه بتاعه الصينيه، وكمان ادهن بيها وش الكفته. كانت تحفه، طعم وريحه وبصوا كل حاجه. اللهم صل على سيدنا النبي. انا ما استكفتش كمان بالفحمايه اللي انا حطيتها في البدايه، حطيت تاني الفحمايه في طبق كده علشان يدي شكل جمالي. بسم الله ما شاء الله، صحتين وهنا علينا وعليكم يا رب. تعالوا بقى نفتح الكفته القمر دي ونشوفها من جوه ناشفه ولا ماسكه ولا ايه دنيتها. اللهم صل على سيدنا النبي. بسم الله ما شاء الله، الله عليا، جوسي وطريه وكلها عصاره من جوه زي ما انتم شايفين كده. اللهم صل على سيدنا النبي. ادخلي المطبخ بقلب جامد وهاتي بواقي الفراخ ب 30 جنيه. انا قلت لكم الكلام ده في الفيديو اللي فات بتاع المشتريات، ارجعوا له كده وهتلاقوني جايبه اللهم صل على سيدنا النبي، البواقي دي ب 30 جنيه. بنضف منها العظم، الله اكبر، وبتبقى معايا كيلو الا ربع. عمل لي قد ايه كيلو الا ربع ده؟ عمل لي كيلو ونص كفته، اللهم بارك. شايفين الصبع قد ايه؟ بسم الله ما شاء الله. انا بحبكم جدا ان انتوا بتتفرجوا عليا وان انتوا بتدعموني. ربنا يديمكم لقلبي يا رب، واستمر ان شاء الله ونكبر كده مع بعض، اللهم امين. وبكده اكون خلصت فيديو النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه ولو بحاجه بسيطه. حطوا لايك للفيديو حبايب قلبي، واعملوا مشاركه بالله عليكم، المشاركه اهم حاجه علشان كل الناس تستفاد النهارده. ولو مش مشتركين عندي يشرفني وجودكم معايا في القناه بتاعتي. ربنا يكبر بخاطركم جميعا يا رب، اللهم امين. دمتم في امان الله، اسيبكم في حفظ الرحمن واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد. مع السلامه.